السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنكمل النهارده يعني عن جيت وجيت هاب. احنا كنا المره اللي فاتت كنا واقفين عند جزء معين. احنا فهمنا يعني ايه جيت، وفهمنا ايه الحاجات اللي بتتكون منها وكده، وايه لازمتها. فالنهارده ان شاء الله هنكمل على الموضوع ده، ونبتدي ان احنا نتعلم يعني ازاي نستعمل جيت بشكل كويس. قبل كل حاجه احنا لازم في الاول يعني نفهم ان جيت دي تكنولوجي لازم نعمل لها انستوليشن الاول على الجهاز. فانت تخش على الموقع اللي هو ايه، اللي هو جيت اس ام، تمام، وتخش على داونلود وتنزله. ويعني الانستولر بتاعه سهل جدا، هي نيكست، امشي نيكست للاخر، تمام، وزي الفل. حلو. حلو. في بقى اربع اوامر، اربع انواع من اوامر جيت. اول حاجه نكتب مثلا ادي جيت. في اربع انواع من الاوامر. في كنترول، اوامر التحكم. في الباش، اللي هو او البوش زي ما بيتقال. في البول. واخر حاجه هي الكونتريبيوت. خلينا نفتكر ان يعني جيت يعني بتحفظ التعديلات اللي انت بتعملها، بحيث لو انت عايز ترجع لتعديل او عايز تعمل حاجه ترجع للنسخه القديمه تقدر تعملها. جيت بتطبق مثل بيتقال جدا. مثل بيقول ايه؟ اللي اتكسر يتصلح. فعلا جيت بتعمل كده. جيت بتقولك اللي اتكسر يتصلح، بحيث انت لو عملت حاجه والعميل رفضها ترجع النسخه اللي قبلها بدون اي مساحه، بدون اي، يعني بتوفر لك حاجات كتيره بطريقه سهله جدا. تمام. تمام. يلا نبتدي نكمل. اول حاجه هي الكنترول. الكنترول دي عباره عن ايه؟ عباره عن مثلا عندك حاجتين في الكنترول دي. اول حاجه نجرب على بروجكت مثلا. احنا في عندنا اربع حاجات، تمام. اي بروجكت يعني جيت شغاله باربع حاجات. اول حاجه working directory، وتاني حاجه staging area، وتالت حاجه اللوكال ريبو والريموت ريبو. احنا كل الجزء ده كده لوكالي على الجهاز، ده كده على الهوست بتاع جيت هاب. فاحنا نتعامل مع ده يعني بشكل ما دلوقتي. حلو. حلو. اول حاجه احنا عندنا الوركينج دايركتوري. ايه هو الوركينج دايركتوري؟ تعالى مثلا نتخيلها بحاجه تانية. احنا مثلا عندنا يعني ايه، نقول عندنا مثلا، نقول ايه، عندنا مثلا بروجكت زي ده. مثلا عندنا فايل زي ده، لو هنيجي مثلا نظبطه، مثلا نكتب تكست 1 سيف. ظبطنا السيف بتاعته. لو عايزين نرجع مثلا نمسحه، نكتب مثلا تكست 5 مثلا سيف. عايزين نرجع لتكست 1، لا كده مش هنعرف، لان البروجكت ما فيهوش في حاجه تراقب. فاحنا لازم نعمل الفايل اللي يخليه يراقب. تمام. تمام. احنا بعد ما بنسطب الجيت عموما يعني، انت عندك حلين تشغلها. الحل الاول انك تخش هنا كده وتكتب سي ام دي، فيفتح لك سي ام دي جوه الفايل ده جوه البروجكت. لو كتبت جيت هنا هيجيب لك ان اوامرها كلها موجوده بعد ما تسطبها. تمام. تمام. والحل التاني انك من هنا كده تعمل مثلا، هتلاقي يعني اوبن جيت باش هير، هيفتح لك جيت باش عادي وزي الفل. فاحنا عندنا اوامر. اول امر منهم، اول حاجه احنا عندنا ايه، احنا عندنا الوركينج دايركتوري. تمام. احنا البروجكت عندنا عادي. ادي البروجكت زي الفل. عايزين ندخله الوركينج دايركتوري بقى، اللي هو المكان اللي هيبقى فيه
هنحط فيه يعني الاوبشن اللي احنا نراقب فيه الفايلات. فنعمل ايه؟ بنستخدم امر اسمه ايه كده، الناس دبليو دي. فبنستخدم امر اسمه get in it او get in it. ده الامر ده بيحول البروجكت لوركينج دايركتوري، بيضيف فيه الاوبشن ده اللي يبقى فيه فايل جيت فيه عشان نبدا نراقب بيه. فهنا لما تيجي تبص كده مش هتلاقي حاجه. لما تكتب هنا مثلا جيت انت بيقول لك احنا عملنا فايل، هنا هتلاقي الفايل ظهر اهو جيت، هو الفايل مخفي عموما. فكده بقى دخلنا في وضعيه الوركينج دايركتوري اللي هي اول وضعيه. تمام تمام. بعد كده staging area. طب خلينا نركز بس. الوركينج دايركتوري احنا بنحط مثلا كأن في مثلا ايه، احنا عندنا دلوقتي تقاطع طرق، ففي زحمه فيه او في حاجات فيه، فبنحط ايه ضابط مرور. فده كده زي ضابط المرور اول. فاحنا عشان نخليه يبدا ياخد مخالفات لازم نديله الامر بده، يعني لو حصل تغيير يبدا يفهم في تغيير. فايه اللي بيخليه يفهم كده؟ يبقى لازم ننقل نشغل من الوركينج دايركتوري ننقلها للستيجنج اريا. تمام تمام. ادي working directory. w دي عايزين نوصله للستيجنج اريا اللي هو يبدأ اللي هو يسجل تغييرات. فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك في حاجة اسمها get add. get فاحنا لما نيجي مثلا يعني نخليه عايزين الجيت فايل جيت ده يتبع يعني يركز مع فايل معين عشان لو حصل فيه تغيير يسجله. احنا كاتبين له كده جيت اد واسم الفايل مثلا io.txt. فهو كده بقى حصل له تتبع. تمام. احنا لو عملنا كده غيرنا وعملنا جيت اد تاني لنفس الفايل وكده سجله تاني، هو كده اتسجل اللي فيه تعديلين حصلوا. فهو كده اللي هو ضاف الفايل ده هنا اللي هو بحيث يبدأ انه يعمله تتبع. طب احنا كده عندنا البروجكت كبير، احنا لسه هنعمل كل ده نكتب فايل؟ قال لك لا، احنا في امر بنستخدمه اسمه جيت اد، وبدل ما نكتب اسم الفايل هنحط دوت. فالدوت دي كانها سيلكت اول. لما نيجي نتك كده فهو كده حدد كل حاجه. جميل جميل. طب افرض مثلا عايز امسح فايل معين من التتبع، فقال لك عكس الجيت ايه، عندنا امر اسمه rm واسم الفايل او الدوت زي ما احنا عارفين. مثلا عايز اشيل الفايل ده من كده، اروح مثلا نعمل rm get rm io.txt. هو بيقول لك ان الفايل اصلا ما حصلوش تغيير عشان بتاع ده عشان نمسحه. ف فهو رفض يعني يمسحه. بس عموما يعني ممكن تمسحه، ده في اخطاء، دي حاجه في الكونفيج نتكلم عليها ان ازاي تحلها عموما. فادي احنا عرفنا ازاي نضيف فايل للوركينج دايركتوري ومنها الستaging اريا. جميل جميل. كده اول جزء معانا